السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة مع قصة رعب جديدة، زواج الجن من الإنس. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها، ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا بقى بسرعة نبدأ حكايتنا النهاردة. كان لديها بنت وولد صغير وزوجها متوفي، وكانت تعمل في مصنع ملابس. كانت تصرف على أولادها، وكانت امرأة قليلة الكلام ولا تحب التحدث مع أي شخص بسهولة. وكانت تحب أطفالها جدا، ولا تريد أبدا لأحد أن يؤذي أولادها أو يقتحم حياتها. وتقدم لها أكثر من رجل للزواج، ولكن رفضت نهائيا، ولم توافق على رجل غريب يربي أبنائها. وجاءت فترة كانت تسهر في المصنع وتأتي في أوقات متأخرة، وكانت في هذه الفترة تشعر بالتعب وتسمع وترى أشياء غريبة جدا. في يوم كانت مرهقة جدا، وكانت في طريقها للبيت، ومن شدة التعب أغمى عليها في الطريق. وفجأة ظهر لها راجل وسندها ووصلها للبيت، وقال لها: هل تريدي مني أي شيء؟ أنا فقط أريد المساعدة. وذهب. وكانت المرأة في شدة الإعجاب بشهامة هذا الرجل، وكانت تريد أن تشكره جدا، ولكن لم تجده فجأة. ووجدت هذا الرجل يجلس تحت منزلها باستمرار. أول مرة كانت تراه تحت منزلها شكرته جدا على ما فعله، ولكن كان يجلس دوما أسفل البيت الذي تسكن فيه. وأحيانا ترى هذا الرجل يقف مع أشخاص ويتحدث معهم كأنهم أصدقاء، ولكن هي لم تراهم من قبل. وبعدها بدأ هذا الرجل يظهر في أوقات غريبة وينظر لها بغرابة شديدة، فكانت في قمة الخوف إن هذا الرجل الغريب يفعل لها شيء. وفي يوم بالليل كانت تحضر الطعام لأولادها، نظرت من نافذة المطبخ وجدت هذا الرجل ينظر لها من خارج النافذة. صرخت وخرجت من المنزل وأيقظت الجيران. قالت: هناك لص يسرق العمارة، ولكن لم يجد أحد له أثر. وبعدها بدأ يتردد عليها بشكل مرعب جدا وغريب. ولكن جاء يوم صعب جدا، كانت تجلس في غرفة نومها ورأت هذا الرجل يخرج من الحمام وشكله غريب جدا وليس مريح نهائيا. وقال لها: لا تخافي، أنا مثل زوجك بكل بساطة، وأنا متزوجة من فترة، ولكن أنت لا تعرفي شيء، وجاء الوقت الآن الذي أقول لك هذا وأظهر في حياتك بشكل طبيعي لأني أحبك. كانت هذه السيدة مصدومة ولا تفهم شيء، وصرخت، وفجأة اختفى مرة أخرى، وكانت في قمة الرعب وانهارت من البكاء. اتصلت بأمها وحكت لها كل ما يحدث. غضبت أمها وقالت له: سوف أتصل بابن خالتك وأحكي له، لأنه هو الرجل المحترم في العائلة. وبالفعل جاء ابن خالتها، وهو رجل كبير وكان إمام جامع. عندما دخل المنزل غضب جدا وقال لها: لماذا لا تفتح القرآن في بيتي؟ لماذا البيت كئيب؟ وشعر ابن خالتها بشيء غير مريح، وذهب وقال لها: اتصلي بي على الفور إذا جاء هذا الرجل مرة أخرى. وبعد أن ذهب بساعتين جاء الرجل من أين وكيف دخل الشقة لا يعرف أحد، وكان غضب جدا وقال لها: ما الذي فعلتي؟ أنا زوجك ولا أسمح لأحد أن يدخل بيتي. صرخت في وجهه وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أنت بتقول إيه؟ هذا عندما قالت حسبي الله ونعم الوكيل احمر وجهه وبدأ يقول أشياء غريبة، وكان جلده يتساقط بطريقة بشعة. قال لها: إياك أن تذكري الله في هذا البيت. كانت تنظر له وهي مصدومة. قالت: من أنت؟ اختفى وظهر لها بعد دقيقة من خلفها بالقرب من أذنها، وقال لها: لقد تزوجتك مثل ما قلت لك منذ فترة، وأنا جن وليس إنسان، وأنا سوف أحميك، وإذا لم تتقبل الأمر سوف أدمر حياتك. أخذ بشدة فغضب وبدأ يحرق البيت،
وهي كانت تصرخ وبدأ أولادها بالبكاء. وجاء الجيران وقالوا: ما هذا الحريق؟ وبدأ الجميع يطفئ النيران. كانت السيدة في حالة رعب وقالت لابن خالتها: لقد زوج جن نفسه مني، انقذني قبل أن أنتحر. جاء ابن خالتها وقال له: هذا جن خبيث ولعين، ولا تخاف، لا يقدر أبدا على إيذائك، أنا واثق. وقرأ القرآن في البيت وزهزه. جاء الجن المتجسد في شكل رجل لها في الليل وقال: أنا زوجك، وأعاهدك إذا لم تتوقفي على قبول الأمر إنني زوجك سوف أقتلك أنت وأولادك بكل بشاعة وبدون رحمة. صرخت في وجهه، وبالفعل عندما بدأ بالانهيار ولم تسمع كلام ابن خالتها وتقرأ القرآن وتتجه إلى الله، كان الجن الأقوى في هذا الوقت للأسف. وفي يوم جاء لها وقال: أريدك أن تتقبليني كزوج لك. رفضت بشدة وصرخت في وجهه غضب جدا وقال لها: الآن نحن أعداء، وسوف أقتلك أنت وأولادك. وبالفعل كان هو الأقوى للأسف، وكانت من أبشع حالات الانتحار. في يوم كانت منفعلة ورأت وجه ابنها تحول لوجه هذا الجن المتجسد. انفعلت وفقدت عقلها، وقامت بسحب سكين وقتلت ابنها وطعنته بشدة أكثر من 10 طعنات. رأت ابنتها ما حدث وانهارت في الصراخ. قامت برميها من النافذة وحرقت المنزل، وماتت محروقة في المنزل بطريقة بشعة جدا للأسف. كان حادثا مؤلما جدا، والذي اكتشف أمر الانتحار هو ابن خالتها، وكان في شدة الحزن لأنه نصحها ولم تسمع كلامه. هذه قصة مرعبة جدا، وتوضح أن الجن عندما يرى إنسان ضعيف يكون فريسة سهلة له، ومن الممكن أن يحدث له مثل هذه القصة وأكثر. الله هو الحافظ. وكانت دي نهاية حكايتنا النهاردة. شكرا لكل اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا، وشكرا للناس اللي بتدعم القناة دايما ومش بتبخل بالدعم. يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والكومنت والشير للفيديو وللقناة كلها مع كل أصحابكم وأحبابكم. أعزائي المستمعين، وبكده تكون خلصت حكايتنا، لكن حكايتنا ما بتخلص. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.